عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. قبل ما نبدأ اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حياتك تفضل في راحة وفي امان. النهارده هنعمل وجبة حلوة واقتصادية برضو. انا معايا اجنحة، يعني انا مش هقول لك بقى ان انا جايبة فراخ والكلام ده، لا انا جايبة اجنحة، جايبة كيلو ونص من اجنحة، غسلاها غسلة حلوة قوي ولسه هنضفها طبعا، بس انا لازم بغسلها الاول كده واعمل لها محلول حلو قوي. انا معايا هي يعني غسلتها كويس قوي. هقطع بس الحاجات اللي فيها ديت كده واحده واحده، هنضفها واقطع كل الحاجه اللي فيها. اللي بقطع النص ده دايما، لان خلي بالكم الحته اللي فيها المليانه الزفاره هي الجزء ده. الجزء ده هو اللي بيبقى مليان الزفاره في الاجنحه بالزيت. هنقطعه كله وهوريها لحضراتكم. في الميه اللي هنا هحط فيها طماطمايه مهروسه كده، قطعتها مكعبات، ومعلقتين كبار من الملح بالشكل ده كده، ومعلقه كبيره من الجنزبيل. هحط معلقه كبيره جدا. الجنزبيل ديت بيشيل الزفاره نهائيا من الفراخ بالشكل ده كده، مع الطماطمايه اللي انا قطعتها وشويه الملح ومعلقتين كبار من الدقيق، وخمس ست ليمونات بقى، عصري على قد ما تقدري ليمون. المحلول ده بصراحه ربنا انا ما اقدرش استغنى عنه في اللحوم بالذات، في الفراخ قصدي، سوري، في الفراخ بالذات. بيودي الفراخ في حته تانية بصراحه ربنا، بيخلي الفراخ ولا كأن فيها زفاره نهائيا. هعصر فيها حوالي 6-7 ليمونات على قد ما تقدري، وترمي القشر برضو في نفس الميه كده اهوت. انا قطعت حوالي 5 ليمونات، هعملهم بالشكل ده كده، واعمل المحلول ده كويس قوي قوي كده، ادوبه مع بعضيه كده كويس. المحلول ده بصراحه للفراخ رهيب، جربوا لي الفراخ، واسيبه بقى لمده ساعتين في الفراخ. طبعا انا غسلت الفراخ كويس جدا وشلت منه الزيادات اللي انا قلت لكم عليها في الاجنحه اللي زي ديت اهيت. دي بتبقى الزفاره كلها في الاجنحه بالذات، شلتها بالشكل ديت، عملتها كده اهي. بص خليتها لكم، هي قشطه من قبل طبعا ما احطها في المحلول. انا بغسلها غسله حلوه قوي اهو بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينه ديت، بالشكل ده كده بيبقى من المنظر ديت. وشو كان فيه شويه رجول، عملتهم برضو نضفتهم بالشكل ديت، لان احنا اولادي كلهم بيعشقوها بصراحه، فخدهم بالشكل ديت كده. انا بصوا عايزه اوريكم الاجنحه بس ونضافتها. انا بغسلها كويس قوي قوي كذا مره بالميه، وبعد كده بسيبها في المحلول ده. وطبعا الزيادات اللي طلعت من الاجنحه دي مش برميها، انا هعملها شوربه، وهعمل الاجنحه دي هعملها مشويه، والزيادات اللي طالعه من الرجول والحاجات ديت هسلقها واعمل في شوربتها شوربه خضار لزوجي عشان زوجي تعبان. اتمنى الكل يدعي له دعوه حلوه من قلبكم. هحطهم بقى كلهم في المحلول ده، في المحلول ده كده. انا هعملهم مشويين، يا اما في الفرن يا اما على الفحم، يعني لسه مقررتش بصراحه. بالشكل ده كده. ودي الزيادات بتاعت الاجنحه برضو، غسله حلوه قوي اهي. المحلول ده بصراحه ربنا يعني اقول لك كفيل يطلع لك زفاره اي حاجه. انا بستخدمها في كل لحومي او فراخي، اللي هي مثلا الكوارع، الفراخ، البط، الحاجات اللي هي زي دي. يعني المحلول ده حلو لاي حاجه. انا كده قلبت كل المحلول في الاجنحه كويس قوي، وهسيبها بقى لمده ساعتين، وهشطفها شطفه بسيطه قوي، وهبدا ان انا استخدمها بقى. اوريكم دلوقتي، بس انا هسيبها لمده ساعه لا تقل عن ساعتين على الاقل. هتلاقوا الميه دي لونها اتغير تماما. وهنا عقبال ما نغسل الفراخ طبعا انا سبتها شويه نقع، هاجي اعمل التتبيله بتاعتها. ديت معايا بصلتين حلوين، و3 طماطمات، وفص من الثوم، ومعلقه من ريسه الشطه، وقرنين فلفل. هنحطهم بالشكل ده هنا في الكبه.
بعضهم كده بالشكل ده كده. وهنحط التوابل عبارة عن شوية ملح، معلقة ملح، فلفل أسمر، بهارات فراخ، بابريكا، ورقتين من اللوري، واحدة مرقة دجاج، بهارات، توم باودر، بصل باودر ربع معلقة، يعني من كل البصل والباودر والتوم باودر ربع معلقة، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة، وبهارات فراخ. هنحطهم هنا كده بالشكل ده كده، وهنضربهم في الكبة ضربة حلوة أوي. وهحط معاهم معلقة من الهوت صوص ديت كده، معلقة حلوة، ومعلقتين من الصويا صوص أو الصويا صوص اهوت بالشكل ده كده. تبقى حلوة أوي أوي في تتبيلة الفراخ المشوية أو الفراخ اللي في الفرن. وهضربهم كلهم كده مع بعضيهم كويس أوي، لازم انعمها كويس أوي. وهجيب بولة عشان احط فيها التتبيله بتاعت الفراخ اهي بالشكل ده. مش قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي. هفضيها كلها كده مع بعضها. هحط مع التتبيله دي ليمونه كامله هعصرها كده. التتبيله دي رهيبه للفراخ واللحوم برضو، من غير زبادي ومن غير عسل. واقلبها كده كويس. انا دوقت ملحها لقيته مظبوط. هحط معاها البطاطس كده. انا قطعت بطاطستين بس 2، عملتهم شرايح عشان انا بحب احطهم يتشووا مع الفراخ، بيدوا طعم حلو قوي. قطعتهم شرايح رفيعه كده. وهنا ايه الفراخ بعد ما خلصت، بعد ما حطيتها في منوع الملح اللي انا عملته، المحلول بتاعها، غسلتها كويس بقت بالشكل ديت وما فيهاش اي ريحه بالزفاره. هطلع طبعا منها الرجول كلها زي ما قلت لكم، هسلقها، هعمل بقى شوربه خضار، والاجنحه كلها هحطها في التتبيله. مع التتبيله ديت حطيت فيها طبعا الكام بطاطسيه اللي انا قلت لكم عليها، بطاطسين 2 قطعتهم عشان انا بحبها بشوها مع الاجنحه. هحط كل الاجنحه كده. انا مش هشويها في الفحم، هشويها في الفرن، وهوريكم الطريقه بتاعتها، بتبقى جميله جدا برضو كده. بالشكل ديت. هو ده الشكل بتاعها. طبعا بعد ما حطيتها في التتبيله حطيت فيها الاجنحه مع البطاطس ديت، ما بتشرب من التتبيله دي، بتبقى رهيبه قوي في الشوي. وحطيتها بالمنظر ده كده، وهغطيها بكيس وهحطها في التلاجة لمده ساعه على الاقل، ولو يوم كامل تبقى احلى واحلى. كل ما التتبيله تقعد فيها كل ما تبقى احلى. غطيتها بكيس كده، هحطها في التلاجة بقى المده قبل ما تعمليها المده على الاقل ساعه، يعني انا بقولك اقل حاجه ساعه ساعتين. لكن لو يوم هتبقى احلى واحلى، بس انا هسيبها على الاقل ساعه او ساعتين عشان اعمل الاكل. قبل ما اعمل يعني الرز اللي هعمله واعمل شوربه الخضار والكلام ده، هطلع ارجع اعملها. ودي طبعا الرجول اللي انا قلت لكم عليها الباقيه، وسبت جناحين منها عشان اعمل منها الشوربه. وده البواقي من اللي هي الجناح اللي احنا قطعناها، هعمل منها شويه شوربه خضار رهيبه. منها الشوربه راح عامله فيها شوربه خضار، تبقى حلوه قوي قوي. جبت حله على النار كده، حطيت فيها معلقه من السمنه صغيره، هحط فيها الرجول الجناحين اللي انا سبتهم عشان اعمل منها الشوربه بالشكل ده كده. هشوحهم بالطريقه ديت. هفضل اقلب فيها كده شويه على النار. احط عليها التوابل بسيطه جدا، هي واحدتين من ورق اللوري، شويه فلفل اسمر، واحده مرقه دجاج، ربع معلقه من البابريكا، شويه ملح. دي التوابل بس اللي هحطها هنا، مع بصلايه قطعتها حاجه صغيره كده، بصلايه واحده وطماطميه واحده بالشكل ده كده. واقلب كل الكلام ده كويس جدا على النار. طبعا انا لازم احط عليها ميه من المغليه، فانا معلقه على الميه المغليه، وافضل اشوح فيها كده شويه بالشكل ده كده، واسيبها 10 دقايق على النار تاخد فيه مع بعضها. هتنزل السوائل بتاعتها. حطيت عليها كيس شوربه خضار من اللي انا مفرزاه عندي، عباره عن فاصوليا وكوسه
وبسله مش اكتر ولا اقل، عشان انا ما عنديش جزر، ما حطيتش عليه جزر. المفروض ان انا احط عليه جزر وبطاطس، بس انا هستكفى باللي موجودين، كوسه وفاصوليا خضراء وبسله خضراء. هحطهم كده، قلبتهم شويه مع التوابل مع الفراخ، واغطيها واسيبها تدي مع بعضها قبل ما احط لها الميه المغليه تنزل كل السوائل بتاعتها اللي هي بالشكل ده كده. شايفين اهي دي السوائل بتاعتها ديت، مش قادره اوصف لكم ريحتها رائعه. واسيبها تدي مع نفسها شويه قبل ما احط لها الميه المغليه. هغطيها واسيبها شويه. هنا طبعا عقبال ما الفراخ بالبسله بالشوربه الخضار قصدي تشرب شويه من السوائل بتاعتها، هنجيب حله فاضيه نعمل الرز. هحط فيها معلقتين سمنه على حبه زيت، وهجيب التوابل ديت عباره عن واحده قرفه، عود قرفه، واحده ليمونه مجففه، شويه بابريكا، شويه ملح، شويه فلفل اسمر، لا يا رب سوري، شويه كزبره، وبابريكا وكاري وكركم. هحط ده كله هنا واقلب التوابل ده شويه كده معاها. الحركه دي كويسه جدا جدا، التركيه ديت ان انت تحمصي البهارات قبل ما تحطي اي حاجه، بتدي طعم للرز رهيب رهيب رهيب. بالشكل ده كده هروح جايبه البصلايه اللي انا مقطعاها حاجه صغيره ديت مع نص طماطمايه، هقطعهم بالشكل ده كده واخليها تدي مع بعضها كويس قوي على النار. هفضل احمص شويه في التتبيله دي كده. هحط عليها معلقه صغيره من الهوت صوص عشان تديها طعم، ومعلقه حلوه كبيره كده من الصويا صوص. ده الرز ديت عامل زي الريزو، بس احنا بنحبه دايما مع الفراخ المشويه. وطبعا هعمله برز مصري خالص مش برز بسمتي. انا غسلت اهوت كيلو من الرز كويس جدا، وهقلب فيه، هفضل اقلب فيه كويس قوي من التوابل ديت بالشكل ده كده. هفضل اقلب فيه شويه. والله ما قادره اوصف لكم ريحه الرز ديت رهيبه رهيبه. انا اولادي بيحبوه جدا. انا بعمله مع فراخ بعمله دايما مع الفراخ الكنتاكي او الفراخ اللي هي المشويه. بنحب الرز ده جدا، بناكله معاها بيبقى طعمها حلو قوي قوي بدل الرز البسمتي. يعني انا اولادي وانا كذلك بنحب الرز المصري عن الرز البسمتي. فين وفين مثلا لما بعمل الرز البسمتي، بس انا اولادي بيحبوا الرز المصري اكتر بطريقه الرز البسمتي. بعمله بطريقه الرز البسمتي بيحبوه بنفس الطريقه دي. فانا قلبته كده، هفضل اقلب فيه كده شويه زي ما انتم شايفين كده، واحط عليه ميه مغليه اكنك بتعملي رز عادي خالص بالشكل ديت. واقلب لحد ما اوصل للمقدار بتاعه. خلي بالكم لان مش كل الرز، في رز بيحب الميه زياده وفي الرز بيبقى عادي كده. انا كده خلاص مش محتاج ميه تاني. هدوق بقى كده، هو كده المقدار بتاعه خلاص تمام. هغطيه بقى يتشرب، واروح نشوف شوربه الخضار. بصوا السوائل بتاعتها عامله ازاي، بصوا نزلت الميه بتاعتها ازاي كلها. والله العظيم ريحتها رهيبه. ريحه شوربه الخضار اساسا تحفه بالشكل ده كله. عايزه كل اخواتي اللي بيتفرجوا عليا يدعموني كده بلايكاتهم واشتراكهم. دلوقتي بقى هضيف له الميه السخنه بالشكل ده كده، واقلبها تقلبتين كويس قوي كده، واسيبها بقى تغلي مع نفسها. كده هي محتاجه مع حبه ملح تاني هحطهم لها. هنا بقى اقول لكم على طريقه حلوه قوي للشوي بدون فحم ويطلع رهيبه رهيبه. انا معايا الجناحيات سبتها يجي حوالي عمر خلصت الاكل عامه يعني اللي جوه، فقلت ان انا هحطها لكم هعملها لكم ازاي. هجيب شبكه الفرن، دي الشبكه بتاعت الفرن وديت الصاجه اللي من تحت. هحطها بالشكل ده على الوش كده اهوت بالشكل ده كده، واروح رص عليها كل الفراخ بالشكل ده كده. هرصها كده كلها بالشكل ديت، هرصها كلها هنا كده، هتبقى بالشكل ده كده. هرصها كلها هنا
وده هو شكلها بعد ما رصيتها كلها بالشكل ده على الشبكه. وبقيت التتبيله حاططها في الصاجه من تحت، في الصاجه دي كده عشان تشرب منها. وهي لبستها في بعض كده زي ما انتم شايفين، اهي من تحت التتبيله هي زي ما انتم شايفينها كده من تحت، تشرب منها برضو لان احنا بنحبها. فهناكلها مع بعضها كده كلها بالشكل ديت. ورصيت البطاطس كده زي ما انتم شايفين كده جنب بعضها، كان في رجلين 3 رجول برضو حطيتهم كده عشان انا بحبها مشويه. وهحطها بالشكل ديت وهحطها في الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه ونص، وهطلع لكم احلى من المشويه رهيبه. ودينا اهوت حاطها في الفرن زي ما انا قلت لكم، الشبكه من فوق والصاجه من تحت اهيت، وحطها على اول رف من تحت، واسيبها لمده ساعه ونص وابص عليها كل شويه. هقفل عليها دلوقتي ونبص عليها كل شويه. هنيجي هنا بقى عشان نشوف الرز عمل ايه. الله الله، بجد بجد اقسم بالله ده شويه رز دول يستاهلوا 100 لايك، مش لايك ولا 2. اعملوه بنفس الطريقه ديت هيعجبكم جدا جدا جدا. اديني بقلبه كويس قوي ما شاء الله على الريحه. ندوق بقى الاول عشان نقدر نحكم. اقسم بالله شويه رز تحفه التحف، رهيب جدا جدا جدا. اتمنى يعجب حضراتكم وتعملوه بنفس الوصفه كده وتقولوا لي رايكم في التعليقات. انا عايزه كل اخواتي وحبايبي يدعموني ويشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. كده نطفي بقى الرز خلاص استوى، نشيله من على النار. نبص بقى على شوربه الخضار. انا جوزي من كتر ما هو شامم ريحتها وهو تعبان يقول لي ريحه اللي عامله زي ريحه الملوخيه، ريحتها حلوه جدا والله العظيم. شويه شوربه خضار رهيبه رهيبه رهيبه. شايفين انتوا اصلا الشوربه عامله ازاي؟ بس هي الحاجه لسه ما استوتش فيها، هسيبها شويه كمان تغلي. وهنا بنبص على اجنحه بالشكل ده كده اللي هي في الفرن. هقلبها كلها بالشكل ديت، هي لسه شويه، هسيبها شويه في الفرن. قلبتها كلها بالشكل ده كده، مش قادره اوصف لكم ريحتها تجنن تجنن تجنن. والصوص من تحت ده طعم رهيب. ودلوقتي هي خلصت اهيت، شايفين التحميصه بتاعتها بسم الله ما شاء الله على الريحه والطعم يجننوا. ده الشكل بتاعها النهائي، جميله جدا. اتمنى تجربوها بنفس الشكل ده كده. هجربها لكم برضو دلوقتي وافتح لكم منها. وبكده هو ده شكل اكلنا، شوربه خضار اهيت. مش قادره اوصف لكم طعمها ايه وريحتها حلوه جدا. والرز المصري العادي، ودي الفراخ بتاعتنا، والبطاطس اللي احنا حطيناها على الوش. البطاطس اهيت بالشكل اللي انتوا حضراتكم شايفينها ديت، طعمها حلو قوي. اتمنى تجربوها وتعجب حضراتكم. وديت الفراخ بتاعتنا، بصوا وشها اهوت بظهرها ما شاء الله عليها. بصوا الشكل كده بتاعنا اهيت، ولحمها مستوي جدا اهيت، بيطلع معانا اهوت بكل سهوله. اتمنى يكون عجب حضراتكم. متنسوش الاشتراك في القناه وتدعموني عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.